أهلا بكم متابعي قناة ملوك البلابل. متى يبدأ فرخ البلبل بالتغريد؟ طبعا الفرخ البلبل يبدأ في التغريد من عمر شهرين إلى عمر 5 أشهر. هذه هي الفترة التي يبدأ فيها الفرخ البلبل بالتغريد، ولكن يعتمد تغريد فرخ البلبل على عوامل أساسية. أولا استيعاب الفرخ وذكاء الفرخ، وأيضا صحة الفرخ. يجب أن يكون الفرخ بصحة جيدة، لأن الفراخ الضعيفة تتأخر في التغريد وقد لا تغرد بسبب ضعف جسمها وبسبب مرضها. فضروري جدا أن يكون الفرخ ما شاء الله تبارك الله بصحة جيدة، وأيضا يكون الفرخ ذكي يعني يستوعب. ويجب أن نسمع الفراخ البلابل الأصوات، تغريد البلابل بشكل مستمر. يعني نعطيهم نسمعهم. أولا يجب أن نعزل الفرخ بشكل نهائي عن باقي الطيور، يعني لا يسمع أي طيور أخرى. يعني إذا كان عندك طيور ثانية غير البلابل، الأفضل أن نعزلهم عن هذه الطيور، لأن البلبل سبحان الله يستوعب الصوت الذي يسمعه. فالأفضل أن نعزل الفرخ البلبل عن هذه الفراخ، عن هذه الطيور نهائيا، ونسمع فرخ البلبل أصوات بلابل، تغريدات بلابل. والأفضل أن يكون التغريد بشكل مستمر يوميا حتى يستوعب ويحفظ الفرخ البلبل، ويبدأ في الحفظ والترديد ويردد التغريد. وإذا كان عندك بلبل كبير مغرد، الأفضل أن نضع هذا البلبل المغرد في قفص بجانب قفص الفرخ البلبل الصغير، يعني يكون كل واحد في قفص لوحده، علشان البلبل الكبير عندما يغرد البلبل الصغير يسمع ويحفظ ويردد سبحان الله. فإذا كان عندك بلبل كبير نعزله مع البلبل الصغير، وإذا ما عندك بلبل كبير مغرد ممكن أن نعزل الفرخ البلبل في مكان لوحده. الأفضل أن يكون بعيد عن الطيور الأخرى، ونشغل له أصوات بشكل مستمر. بعدها بفترة نلاحظ أن الفرخ البلبل يبدأ في التغريد. سبحان الله، هذا على ذكاء. بعض البلابل نلاحظ أنها تتأخر في التغريد، يعني سبحان الله مثل الإنسان، مثل الأطفال. نلاحظ أن بعض الأطفال أذكياء تستوعب بسرعة، تحفظ وتردد، وبعض الأطفال سبحان الله تكون عنده الفهم بطيء جدا. مثل البلابل مثل الإنسان سبحان الله. فالعمر المناسب أو العمر الذي يبدأ فيه التغريد طبعا من 2 إلى 5 شهور. البلابل كما ذكرت لكم، البلابل القوية، الفراخ القوية والفراخ الذكية والفراخ التي تستوعب بسرعة نلاحظها من عمر 2 تبدأ. وبعض البلابل تتأخر إلى عمر 5 أشهر، وبعض البلابل قد لا تغرد وهي تكون عمرها 1 أو 2 بسبب اختلاطها مع الطيور الأخرى، وبسبب عدم تشغيل أصوات، يعني ما تسمع أصوات تغريد بلابل. فالأفضل أن تسمع تغريد صوت البلابل بشكل مستمر حتى تحفظ وتكرر. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.